عارف يا عمو حكيم، ساعات بحس إن الدنيا دي غابة. بشوف ناس بتدوس على غيرها عشان تطلع، ناس بتفتري وبتأذي بدم بارد، والأسوأ إنهم ماشيين ومبسوطين ولا كأنهم عملوا حاجة. هو بجد مفيش حساب؟ يعني القوي هيفضل يكسر في الضعيف كده وخلاص؟ بص يا مروان، القوة اللي انت شايفها دي وهم. في ناس فاكرة انها لما تكسب خناقة او تكسر حد قدام الناس انها كده ملكة الدنيا. بس الحقيقة الثابتة اللي من اول الخلق مفيش غيرها ان ربنا شايف وساكت، بس مش معناه انه راضي. ربنا قالها صريحة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عارف يعني ايه؟ يعني السكوت ده تأخير مش إلغاء. الحساب جاي جاي. بس الوجع بيحرق يا عمو حكيم. تخيل واحد اتظلم، اتقال في حقه كلام مش فيه، اتفضح وهو بريء، أو اتأذى من أقرب الناس ليه. الشخص ده بينام الليل ودموعه على مخدة وبيقول يا رب. هل الكلمة دي بتوصل فعلا؟ بتوصل، دي بتهز أبواب السماء. الكلمة دي يا رب مفيش بينها وبين ربنا حجاب. الظلم مش بس في الفلوس، اللي بيذل حد عشان يحس إنه قوي، اللي بيتبلى على غيره عشان يهرب من غلطه، حتى اللي بيأذي حيوان ضعيف ملوش لسان يشكي بيه. فاكر القطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنها؟ دخلت صاحبتها النار عشانها. لو ربنا بيحاسب على دمعة حيوان، تخيل بقى بدمعة إنسان انقهر. طب والظالمين اللي عايشين في رغد، فلوس وعربيات ونفوذ، دول بجد مرتاحين؟ والله أبدا، قلبه من جوه خربان، دايما قلقان، خايف من بكرة، خايف يتفضح، خايف الدور يجي عليه. ربنا يمهل يا مروان، بس لا يهمل. التاريخ مليان ناس كانت فوق وفجأة بقوا تراب، لأن ربنا لسه في المرصاد. أنا بس بتخيل مشهد يوم القيامة، المظلوم ده هيعمل إيه؟ تخيل المشهد ده، الكل واقف، لا في واسطة ولا شهرة ولا حد يحميك. المظلوم واقف قدام الظالم، مش بيصرخ ولا بيشتم، هو بس بيقول حق يا رب. ساعتها الحسنات بتتاخد من الظالم وتروح للمظلوم. ولو خلصت، الظالم يشيل سيئات المظلوم فوق كتافه. في اللحظة دي الظالم هيتمنى يرجع ثانية واحدة يمسح فيها دمعة أو يعتذر، بس الوقت فات. يعني لو حد بيسمعنا دلوقتي وعارف إنه ظلم حد، يعمل إيه؟ قول له الحق نفسك، لسه الباب مفتوح، لسه في وقت تروح تصلح، ترجع الحقوق، تعتذر بجد، تفك أسر قلب كسرته، قبل ما تيجي لحظة تدور فيها على فرصة ومش هتلاقيها. كلامك ريحني، يعني المظلوم حقه راجع؟ راجع طبعا، ربنا سمعك وشايفك. الدنيا دي مسرح قصير، والعدل الحقيقي مش هنا، العدل الكامل هناك. ما تكونش أبدا سبب في وجع حد، ولا دعوة مظلوم تطلع عليك بالليل، لأن ربنا لا ينسى.